لو قدر للأيام أن تعود إلى الوراء ليكتب التاريخ من جديد، لكان لموقع ويكيليكس بدون أدنى شك وقع اختراع العجلة في تاريخ الإنسان. فمنذ تأسيسه عام 2007 لم ينفك الموقع يجلب إليه الأنظار إعجابا وانتقادا، ومنذ أن شب طوقه عن قوانين الصحافة المعروفة لم يتوقف عن تفجير مفاجآت كبيرة. آخر هذه المفاجآت تسريبات عن الحرب في العراق، وصفت بأنها ستكون أكبر وأخطر تسريبات لمواد استخباراتية على الإطلاق. ونقلا عن مسؤولين بالموقع، قالت مصادر إعلام عالمية إن نشر الوثائق سيمتد لأسابيع، وسيفوق عددها عدد الوثائق التي نشرها الموقع عن حرب أفغانستان في تموز يوليو الماضي ب3 أضعاف. مسؤول الموقع قالوا أيضا إنهم سيستعينون هذه المرة بوسائل إعلام من دول مختلفة لن يتم الكشف عنها مسبقا. الوثائق العسكرية التي سربها الموقع عن حرب أفغانستان بلغت 77,000 وثيقة، وكان ينوي نشر 15 وثيقة إضافية لولا طلب وزارة الدفاع الأمريكية إزالتها بذريعة تهديدها لسلامة أفراد القوات الأمريكية في أفغانستان. المستندات كشفت أيضا عما وصفتها بالحرب الفاشلة في أفغانستان، حيث ذكرت أن قوات التحالف الدولي قتلت مئات من المدنيين الأفغان في حوادث لم يبلغ عنها. كما تحدثت عن ضلوع عناصر في جهاز الاستخبارات الباكستاني في عمليات مشبوهة مع قوات التحالف. ويبقى اللافت فيما سيسربه الموقع عن حرب العراق أن المسؤولين يدركون أن المعلومات الواردة في الوثائق قد تعرض حياة أشخاص للخطر، إلا أن أهمية هذه الوثائق بنظر المسؤولين على الموقع يحتم عليهم ذلك. الموقع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس قام على مبادئ، أولها صدقية وشفافية المعلومات والوثائق التاريخية، وحق الناس في خلق تاريخ جديد كما يقول من يقف وراء المشروع. ويعتمد الموقع في أغلبية مصادره على أشخاص يوفرون له تلك المعلومات من خلال وثائق غالبا ما تكون بحوزتهم. ومن أجل حماية هذه المصادر يتبع موقع ويكيليكس إجراءات معينة، منها وسائل متطورة في التشفير تمنع أي طرف من الحصول على معلومات قد تؤدي إلى اكتشاف المصدر الذي وفر تلك التسريبات. فإن واجبي أن لا يتحول الأمر إلى مجموعات حول البلاد ترى أن هذا أفضل أسلوب للفت الانتباه لها. هذا سلوك يؤدي بالخطر للآباء والأمهات والأبناء الذين يضحون من أجلنا لكي نتمتع بالأمن. هذه المسائل ليست لعبا، وفي عصر الإنترنت هذا يمكن أن يؤدي إلى خطر محدق حول العالم، لذلك فإننا نحمله محمل الجد.